كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غندير معكم واحد الفطيره اللي زوينه وكتطلع بالزربه. المهم انا راه درت على المقادير ديال وحده، اللي بغى يدير جوج ممكن يضوب المقادير. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دابا ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. المقادير اللي كنحتاجو لهاد الفطيره: عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق ديال الفورس، عندي كاس ديال الحليب انا غليته فيضته وخليته حتى عاد دافي، وعندي هنا 2 معالق ديال زيت البلديه، وهنايا عندي قبيصه ديال الملح المهم كتبقى على حسب الذوق. عندي معلقه ديال السنيده، معلقه ديال الخميره. هنايا غادي ندير نص هاد الخماره. دابا غنجيب هاد الاناء هذا، غادي نخوي فيه الطحين هو الاول. غندير هاد الخميره، ندير الملحه، سنيده، غنخوي الزيت البلديه 2 معالق كبار ديال زيت البلديه. صافي نبدا نجمع به هاد الحليب، وغادي ندير نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوه بحال هذيك الساشيه، درت غير نص ديالها. المهم اللي بغى يذوب المقادير يذوب لهم. صافي بعد ما بسسنا هاد الزيت والدقيق وهاد الشيء، صافي كندوزو نخلطو بالحليب، نخلطو بهاد الكاس ديال الحليب. بالنسبه للحشوه ديال هاد الفطيره، عندي هنايا البصله، عندي الفلفله حلوه، عندي الكفته. ندير لهم شويه ديال الزيت وكنشحرهم، ونزيد عليهم شويه ديال التوابل، 3 المعالق ديال الزيت. بالنسبه للتوابل عندي هنايا الخرقوم، عندي التحميره، عندي البزار، عندي الملحه، وغادي نزيد معلقه ديال السنيده. انا هنا زدت معلقه ديال السنيده. صافي غندوزو نشحروها ونرجع معكم. المهم البنات انا كنبقى كنحرك وكنسرح بحال هكا في الكفته، حيت هي كتكور لينا، خاصنا ما بغيناش تجمد. صافي كنبقاو نحركوا وكنسرحوا الكفته في نفس الوقت حتى تطيب لنا هذه الحشوه ديالنا. المهم انا الصلصه ديال الطماطم راني درتها، مبغيتش نطول عليكم الفيديو. الصلصه ديال الطماطم هنا موجد ديما، انا كنقادها وكنديرها في الفريغو. النهار اللي كنبغيها بحال هكا صافي كنصيبها موجوده، مازال غادي نصورها معكم ان شاء الله. المهم البنات انا راه درت 2 فطيرات اللي درت انا، يعني مبغيتش نطول عليكم الفيديو، حيت هذا الا بغيتي ديري غير وحده بوحده كتكون قليله. هذه غير الناس اللي كيكونوا قلاله، اما الا بغيتي تذوب لي المقادير ممكن تذوب ليهم، انا باش نكثر عليكم. ودابا انا دايره 2 ديال الفطيرات اللي دايره. انا راه عجنت الفطيره الاولى، وهذه الثانيه قلت نتشاركها مع المشاهدين ديالي. غندير معكم واحد الصلصه اللي كنديروها فوق الفطيره، كتجي على شكل الموتزاريلا. المهم اللي ما عندوش موتزاريلا ممكن يدير هذه. كندير 2 ديال البيضات، عندي هنايا 2 ديال الفرماجات، عندي شويه ديال الزعتر، قبيصه ديال الملح، عندي هنا 2 معالق ديال الزيت البلديه ولا الروميه ولا اللي عندك. صافي دابا غندوز نطحنهم ونرجع معكم. هي الصلصه ديالنا بعد ما طحناها صافي كنخليوها هنايا وندوزو باش نقرصوا الفطيره ديالنا. صافي كنجيو ما كنخليوهاش، المهم كتطلع مزيان. يلا كتمجايه بحال هكا. بين ما وجدنا الحشوه كنخليوها كتبرد، صافي كندوزو نقرصوا هاد الفطيره ديالنا. صافي كنجيب شويه ديال الطحين كنسرحو بحال هكا فوق الطبله. صافي وكنجي كنحيد العجينه ديالي. صافي كنجي عا كنجمعها بحال هكا، ما كنبقاش كنلوي فيها ولا باش كنخليها رطبه. صافي وكنجي نزيد شويه ديال الطحين ونجي نكرس فيها. صراحه كتجي رطبه. المهم ما خاصناش نخليوها غليظه، غير القياس، ما رقيقه ما غليظه. عندي هاد الفران حنايا انا دهنته بالزيت، غندير عليه شويه ديال الطحين. صافي ونجي نديرو هاد الفطيره ديالنا فوقو. صافي
صافي غنجيب واحد الطبسيل غنحطو في الوسط بحال هكا صافي. وغادي نجيب واحد الموس باش نبقى نشرط ندير هذوك الطفيرات صافي. كنجيبو هاد الموس كنبقاو كنشرطو بحال ما هكا حتى ندورو على الفطيره ديالنا كامله. بعد ما شرطنا هاد الفطيره ديالنا كامله غندوز نحيد هاد الطبسيل وندوزو باش نشكلو الضفيره ديالنا صافي. كنجيو كنشكلو الضفيره ديالنا، كنحط هذا هنا وكنجيب هذا لهاد الجي نحط هذا هنا هكا ونجيب هذا لهاد الجهه باش كتجينا الضفيره. صافي كنجيب هنا عندي صفر ديال البيضه وعندي شويه ديال الخل وديري قبيصه ديال الملحه صافي. وكدوزي على هاد الجناب كاملين بحال ما هكا بصفر ديال البيض وهاد الخل، غير الجناب عاد الضفيره بوحدها صافي. بعد ما دزنا عليها كامله مجاب دهنا بحال ما هكا غنجيب الصلصه ديال الطماطم غنديرها هي الاولى في الوسط صافي. كنجي كنخويها بحال ما هكا في الوسط وكنسرحها بحال ما هكا صافي. كنجيب الحشوه بحال ما هكا وكنسرحها هاد الفطيره ديالنا بالنسبه للصلصه ما كنديرها حتى طيب نص طيبه عاد كنديرها فوق هاد الحشوه هادي. دابا انا الفران راني شاعلاه يلا بديت تنقرص في هاد الفطيره شعلت الفران. دابا ملي ندير هادي غادي نقص عليه ما نخليش مجهد. بعد ما طابت لينا هاد الفطيره نص طيبه كنجيبو هاد الصلصه ديال اللي درنا صافي وكنسرحوها بحال ما هكا كنسرحو على هاد الحشوه كلها صافي ونعاودو نردوها للفوق تاني في الفران حتى كنحسوا بها طابت من التحت عاد كنردوها نحمروها من التحت من الفوق. ها هي الفطيره الاخرى حتى هي صافي حتى هي كنسرع عليها هادشي اللي بقى ديال هاد الموتزاريلا اللي درنا. هادي غادي ندير لها موتزاريلا حيت ما قدناش هاد الصلصه اللي درنا قدتني عافيه وحده وحده صافي درت ليها هاد الموتزاريلا. المهم حتى هي كنردها الفوق حتى تطيب من التحت عاد كنردوها نحمروها من الفوق. بنات ها الفطيرات ديالنا كيجيونا على هذا الشكل. ها هي الاولى ها الفطيره الثانيه. المهم اللي بغى يدير جوج فطيرات ممكن يضوب المقادير اللي عطيتكم. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم تنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. المهم اللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش يتابونا عندي في لاشين ديالي باش يتوصل بكل جديد. فضلا منكم وليس امرا. تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.